السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اول فيديو ليا في تجهيزات رمضان، التجهيزات البسيطة اللي احنا بنحتاجها كل يوم في رمضان. انا زهرة هدو، دي قناتي. يا رب المحتوى بتاع النهاردة يعجبكم. اول حاجة هبدأ بيها وقبل اي حاجة هي الشربات اللي هعمله علشان يوفر معايا وقت طويل في شهر رمضان. طبعا اهم حاجة هي الشربات اللي بنعمل بيه البسبوسة والجلاش وكل الحاجات دي. انا متعودة كل سنة بعمل كمية. انا جبت اكبر حلة عندي، حطيت فيها 3 كيلو سكر، حطيت لها ليمونتين معصورين، وكمان حبة فانيليا بس. وهحط 3 لتر مية، يعني لكل كيلو لتر مية، واحطهم على النار وهسيبهم يغلوا براحتهم لحد ما ينقصوا شوية. انا ما بقبش مش بختبر حاجة يعني بستنى مثلا عليهم حوالي ساعة كده او اقل شوية يعني، او ما احسه تقيل شوية او نقص كده كده بالنسبة لي خلص يعني. السكر هو سكر قوي، يعني سكر مش قوي، مش سكر ابيض، عارفين؟ مش الابيض اللي هو ملهوش لون، لا هو اول ما عملته شايفين الشوائب اللي فيه كمان. انا رجعت صفيته بعدين. آه اول ما عملته اتغير لونه، بيجي لونه اصفر ذهبي كده. بس طبعا ده مش بيبان في الحلويات لما بنعمل بيه يعني. هقلبه، هسيبه على النار وخلاص كده. اول خطوة واهم خطوة هتكون خلصت. ده بعد ما استوى هتشيل طبعا الريمة دي. اول ما يبرد تماما هصبه في علب زي ما انتم شايفين كده، برد خالص يعني. علب بلاستيك، وبحطها في التلاجة. تقريبا كل علبة من دول خدت اللتر اللي هو الكامل ده، زي ما شايفين شوائب كتيرة جدا. بس دي أول حاجة الحمد لله خلصت منها. نيجي بقى لتاني حاجة. طبعا عاملة نفسي فالحة الأيام دي لتاني مرة على التوالي بدمس فول خلال الأسبوع ده. أنا حوالي 3 سنين والله ما دمستش فول خالص. بحسه صعب يعني، بشتري أسهل وبعدين احنا بناكلش كتير، فأحس إنه مش مستاهل ادمسه. بس لا، فرق طبعا جدا جدا. التدميس بتاع البيت بيفرق خالص. فانا ايه ان شاء الله تبقى شغلانتي في شهر رمضان. بس قلتي ادمس مثلا دمست فول واول ما تبرد انا طبعا كانت استوت هنا. هفركها بالفراكة، ما بحبش الفول الفول بيبقى واحدة واحدة يعني. هفركه بالفراكة واول ما يبرد شوية هحطه في اكياس وهشيله عشان ده يبقى ايه ان شاء الله يعني باذن الله يا رب لسحور رمضان. طبعا رمضان خلاص كام يوم، فدي تجهيزات اوليه كده لرمضان. احنا مش بنجهز للشهر كله يا جماعه، يا دوب انا تقريبا التجهيزات دي بتاعت اول اسبوع بس، اول اسبوعين كده. بس احس انه عملت حاجه كده، او يعني عملت حاجه زي الناس ما بتعمل. برضو كان عندي بقدونس. آه، يعني انا بقدونس ما بحبوش اصلا ومش بجيبه خالص، بس ده عزيز عليا ليه عشان مزروع في جنينة بابا. فجاب لنا بقدونس، قال خدوه يا بنات جمدونا شفوه اعملوا اي حاجة. فانا ايه، قلت هو بينفعني بس في الكفتة بس يعني. فغسلته، قطعت طبعا الاطراف اللي من تحت وغسلته كويس وسبته لحد ما ينشف تقريبا يعني من المية بتاعته. وقلت ايه اشيله في اكياس. برضو حاولت اطلع الهواء منها وقفلته، كان كويس خالص. ده لو عملت مثلا كفتة، مش عارفة ايه غير الكفتة احط فيه بقدونس، بس هشوف يعني. برضو حسيت نفسي فالحة كده وعملت لي حاجة مفيدة برضو. دي تاني حاجة انا عملتها، هي بسيطة جدا بس اهو تنفع برضو ان شاء الله. ده بعد ما كيست الفول طبعا، بعد ما كان برد مش تماما يعني، بس اهو خلصت دمست الفول دي. اخدت منها طبعا شوية عشان ربما نتعشى بيها نفطر بيها اي حاجة يعني. وخليت دولة في الفريزر يبقوا امان كده في اوقات. يعني تفريز الحاجات في الفريزر مش مقصود بيه ان انتوا تتكلوا عليه نقعد ما نعملش حاجة، لا، بس هو لربما ظروف، ما جبتوش حاجة نقصت، ما قدرتوش تعملوا حاجة فتكملوا من الفريزر. واهم حاجة بقى معايا الموضوع ده، انا تالت سنة بعمله. بس طبعا كنت اجيب كميات، يعني كميات كنت اتعب وانا بايه بقطع وانضف واعمل. بس المرة دي كنت في السوق النهاردة، يعني الحمد لله، يعني اول مرة يمكن في حياتي اشتري على فكرة فراخ من الرياشة او من الفرارجي يعني.
باركولي يعني، وان شاء الله اخر مره. انا مش هينفع اعمل كده. جوزي هو اللي بيجيب لي صراحه كل حاجه، الراجل مش منقصني حاجه. بس انا حبيت اعمل نفسي فالحه، فاشتريت شويه حاجات النهارده. قلت ابتدي ايه باربع فرخات. الفرخات دي مش يعني مش للطبيخ، لا، مثلا لو عايزه اخد الدبابيس بتاعتها اعملها فيجيتار، زي الستريبس يعني المقليه، او ايه الستريبس ده. يعني الصدور مثلا، اعمل بانيه، اعمل الدبابيس بروست مقليه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مثلا اجزاء بتبقى باقيه ممكن اقطعها واعملها شاورما. في اجزاء تخينه شويه هعملها ستريبس. المهم انا غسلت الفراخ كويس خالص، وشيلت اي زيادات الرقبه. لو في اطراف في الاجنحه، في اي دهون زياده كده بشيلها. طبعا ايه عمليه الغسل والحاجات دي خدت مني وقت، رغم ان هم اربعه بس، فمش عارفه يعني. انا دول كويس خالص بالنسبه لي النهارده يعني، الحمد لله. هرجع اكمل اكيد ان شاء الله. انا هعمل فيديو او جزء تاني للتفريزات، لان انا لسه طبعا جايبه لحمه وعايزه افرمها، عايزه اعمل منها عصاج، عايزه اعمل بصله بطماطم واشيلها في الفريزر، فخليها للفيديو الجاي. لكن الفيديو ده قطعت الفراخ دي صغير يعني، الدبابيس والوراك فصلتهم من بعض. حتى طلعت الأجنحة. أنا في العادة بعمل إيه؟ لما يكون عندي كمية بس كتيرة شوية، بشيل الأجنحة أعملها تشيكن وينجز. بعمل ايه تاني؟ بعمل بانيه كتير، وبعمل ستريبس، وبشيل ساعات اللي عارفين الكبد دي بشيلها برضو. بس صراحة ما بشيلش الجوانس يعني، برميها لان ما حدش بياكلها يعني. الكبد بتبقى كتيرة قوي، بقطعها بتبقى ايه، مثلا مرة عملنا كبد، مرة عملنا بانيه، مرة كده يعني. بتنفع ان شاء الله، كله هينفع يعني. بس انا حبيت اوريكم ايه الحاجة اللي انا بعملها بنظمها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يعود علينا يا رب الأيام بخير، وإن شاء الله شهر رمضان يا رب يعود علينا بخير. واستعدوا رمضان يا جماعة، استعدوا بأي حاجة، بزينة، بإيه. أنا بجيب والله أغاني رمضان أشغلها يعني عشان أحس برمضان. لازم نهتم برمضان. مش لازم نخزن طبعا الحاجات دي، بس نهتم يعني إيه، نحس إن في حاجة حلوة جاية يعني، نحاول نستعد. بالنسبة لنظافة البيت، بالنسبة للتجديدات، نظافة المطبخ. لو اشترينا أي حاجة بسيطة كده هتبقى ايه مخلينا مشجعين للشهر يعني. ده بعد ما قطعته ونضفته كويس كويس كويس، حطيت له ملح بس، ملح بس، ما حطيتش ولا دقيق ولا حاجة. طبعا هشيل بقى ايه الجلد. يا بخت القطط النهارده. رميت كل الجلد والعظم للقطط، وطلعت بره في الفرندا رميت، قلت ربما يكون في كلب جعان ولا حاجه ياكل البواقي دي، حرام بدل ما ارميها في الزباله يعني. آه بس ده الصدر، طلعت الجلد، هشيل العظم، حاول اخليها كده شويه. وزي ما هتشوفوا هعمل انا ماليش في تقطيع البانيه قوي يعني. لما يكون متجمد على فكرة، لما يكون مثلا جايبين الفيليه نفسه يكون متجمد شوية وانتوا بتشرحوه، بيبقى طالع احسن بكتير يعني. لكن الفريش ده الطري بتبقى رايح جاي في ايديكم، ده حاجة شوية صعبة. بس عملت اللي عليا، عملت لي كام حاجة كده حلوين. يعني انا حاولت طلعت تقريبا كل ما في العظم يعني، ما فيش حاجة سبتها. هشيل لي حوالي اول 3 اجزاء او اول شريحتين تبقى بانيه. بعد كده اللي بيبقى تحت شويه بيبقى حتت تخينه شويه ومستطيله، دي الستريبس بقى اللي هنقليها بعدين. والباقي بقى البقايا دي بقطعها صغير خالص وهعملها شاورما ان شاء الله. يا ريت يا جماعه ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو انت اول مره بتشوفيني. انا زهره هدو من جنوب الصعيد. آه ايه تاني يا جماعه؟ عايزه، لا عايزه اعمل حاجات كتير على فكره. انا بشوف على النت ستات بيعملوا ايه بقى. بيعملوا لسان العصفور يحمروه والرز يحمروه ويشيلوه في علب يعني. عجبتني على فكره، الفكره عجبتني يعني. ما حسيتش ان هي تافهه، لا بالعكس. احنا من النوع اللي لما بنعمل رز ما بنعملش صراحة رز بالشعرية. جوزي لا يرجح ده تماما، لا يمكن، ما بيرضاش، يحس ان هو بياكل مكرونة فما بيرضاش، لازم رز بس.
فالرز بس لازم يبقى تلتينه، يعني مش تلتينه، اكتر من ربع يكون محمر. يعني لو بعمل كيلو تقريبا بعمل تلت كيلو محمر خالص خالص، وبعد كده انزل ببقية الرز عشان يبقى حبة وحبة. ففكرة اني اعمل رز احمر واشيله في علبة مثلا كبيرة، اعمل 2 كيلو مثلا مبدئيا واشيله، ده هيوفر عليا وقت جامد جدا جدا، لان احنا بنعمل رز تقريبا كل يومين او كل يوم. فدي فكرة حلوة بعملها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بإذن الله. زي ما شايفين ده الستريبس بقى، الحتة التخينة شوية واللي هي مليانة يعني ومستطيلة كده. فخدوا افكار يا جماعة من النت، والله افتحوا قنوات ناس كتير واستفادوا فعلا. انا بستفاد عموما بستفاد، يعني ممكن اسيب قناتي واشوف اي قناة تاني اتشجع بيها اكتر برضه. مش بنألف احنا، يعني انا مش بجيب الكلام ده من مخي، يعني احنا لازم نتفرج على بعض وندعم بعض ونشوف ده بيعمل ايه. الحاجة الحلوة بعملها، الحاجة الحاسة ان هي مش مستاهلة مش هجيب سيرتها اصلا يعني. بس اللي ان شاء الله هينفعني، انا بحب اكتر حاجة البانيه والبتاع ده والستريبس والشاورما في اللي احنا عاملينه ده كله. بالنسبة للدبابيس بقى والوراك شوية دي، ممكن برضو ايه، مش عايزة اسويها يعني، مش هخليها تبخ عليها، لا، هعملها مثلا مقلية زي ما كنت عملتها قبل كده. بس هعملها تتبيلاتها قبليها، يعني مش هعملها من دلوقتي. ادي اللي انا عملته في الاخر، وده العظم مخليتش حاجة يعني. وهعملكم ان شاء الله دلوقتي التتبيلة بتاعت ايه، بتاعت البانيه. طبعا لا، مش هشيله كده وارجع اتبل تاني، هعمل التتبيلة بتاعته، وهعمل الستريبس برضه هي نفس التتبيلة. ده لا، ده مش حاطه عليها اي حاجه، بوريها لكم وبس. اول حاجه بقى في التتبيله بتاعتي توابل فراخ، وشويه من حبهان، بصوا قليله خالص، حبهان واسمه ايه ده، وجرونفل، وجوز الطيب، وتوم باودر، وفلفل اسود، وشويه خل حلوين. وبعد كده هعصر عليهم ليمون. كنت هنسى الملح، بس الحمد لله افتكرت حطيته. وكمان حطيت توم فريش، توم مهروس يعني، برضو بدي نكهة قوية شوية. كنت ناسية برضو بصل بودرة، حطيت شوية مش كتير عشان مش حاطة بصل خالص في الوصفة دي. فدول مبدئيا ايه اللي همشي بيهم اول 3 ايام في رمضان. يعني انا جربت السنه اللي فاتت، عملت كميات كبيره قوي والله ما قعدتش اسبوع. ليه؟ الحاجه سهله، يلا يلا عارفين، وبتعوزوا تكتروا شويه، رمضان بيحب الحاجات دي تبقى كتيره، ما تبقاش حاجه محطوطه كده يعني. فان شاء الله ده الاول كام يوم على فكره، يعني احنا ممكن نجيب تاني ونخزن يعني، او نجهز الاسبوع. انا بسميه اول اسبوع. دي حاولت ايه اغلفها كويس بالتتبيله دي، وبعدين هي بصوا هتاخد طعم جامد جدا، لان هتقعد على الاقل كام يوم يعني في الفريزر بالتوابل، فهتبقى كويسه جدا يعني. وهرصهم، هشوف على قد ما هعمل، بس انا تقريبا هعملهم كلهم يعني في يوم. الستريبس مثلا الطبقين دول، لان الطبقه دي صغيره شويه، فعشان تشيل معايا وحايد ما يبقاش لازقين في بعض. هعمل دول في يوم، والبانيه في يوم، والشاورما في يوم. لا، البانيه ممكن في يومين عشان حاساه كتير شويه، يعني يوم اعمل فيه، وبعد كام يوم ممكن اعمل تاني. والله انا خايفه اعملهم قبل رمضان. بس انا ان شاء الله هجيب تاني كمان فراخ، عشان اعمل ايه، عايزه فراخ برضو يكون حجمها كويس صغير، ما بحبش الكبيره خالص، كبيره خالص بطبخها بس يعني. هجيب صغيره شويه عشان ايه، اتبلها ان شاء الله كامله، عشان لما عاوزه اشويها اجيب لي 2 3 كده. غلفتها بالفويل ده ولا الستريتش ده. وادي ايه انتاجي البسيط الرقيق رقيق الحال. في تشيكن وينجز الاولانيه دي، ان شاء الله لما اجيب فراخ تاني هكتر يعني، واعمل بيها اكله حلوه. لازم اجيب شويه كتار، يعني مش هينفع معايا الطبق ده خالص.
كده انا خلصت تفريزات او تجهيزات رمضان الاوليه المبدئيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي بعد ده على طول، وتصبحوا على الف خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.